انا لاقيك ولا غديت تزور دار القرارة يا من درايع ندمنها وغدر بيك خلتني محتار ليلي ونهاري يا من درايع ندمنها وغدر بيك خلتني محتار ليلة ونهارا جو الحشايع ناد نار انت خليك تهل دموع عيني بغزارهاي جوال حشايع ناد نار انت خليك تهل دموع العين عيني بغزارة وحدتني عناد للقوم اشكيك ودعتني دوار انشي دخبارهاي ويش رايك يا عجاج بجية عساف عالديرة عقب ما طردت منها؟ يجوز يا عمي، كان وده يستنجد بعيده، ليش انها بنت عمه. وليه عيده اخفت جيته وخلت حالها تفاجأ بخبر طرده؟ ايش تقصد يا عمي؟ اقصد لابد ما يكون به شيء ثاني. وشو؟ عيده يا عجاج. علامها يا طويل العمر. فكري يقول لي لو عساف وده يضرني كان سرق له شوية من الحلال، سرق له فرس، سرق له شيء ثاني، لكن يخطر على باله يروح المطلب ويفتن بينه وبينه، هذا الشيء ما يخطر أبد على بال عساف. زين يا عمي، بس وش اللي يخلي عيده ببالك؟ لأن عيده مهتمة بالأمر كثير. عيده ما لها خاطر برفقته مع مطلب، خايفة تجوز من عربه. ايه يا عمي، توي الحين عرفت الحقيقة. اجل الموضوع كله عيده وغيرة عيده. ايه اقتنعت يا عجاج؟ اي والله اقتنعت يا عمي. المهم شلون اتوكد من عيده؟ وهو يا عمي لو انك ما طردت عساف كان ضغطنا عليه واعترف. بسيطة، الايام جاي والحقيقة الاسبد ما تظهر. لو ابها غين كان رشرشت يا عم خلي. توكلي وإن شاء الله يومين ثلاث وينتهي كل شيء. نتوقع الخير. ايه بتضل غير تشوفيه. يا سيق الله هذاك اليوم وانا اشوف الخير بادن علي. توكلي على الله. يا هم العالي، هذا انت تخبزي وخليف ياكل. أنا أريد الخبز هو ساخن يا سلمى. صار لك زمان وانت تخبزي، هذا كل ما حصلتي من الخبز معلوم ما صح لك من سوالفك مع خليف. أنا دوب فيك يا سلمى. ما صدق كل هالمدة على هذا الخبز المخبوز. أنا كليته كله، كل ما طول رغيف أكله. بيها شيء؟ لا ما بيها شيء. صحة وعافية على قلبك وقلبها بعد. انا نبهت عليكم، اللي يشوف عساف بالديرة يطخه برصاص، لكن الحين اريد منكم شيء ثاني. وشو يا طويل العمر؟ تامر يا طويل العمر، وحنا نسمع نطيع، ما تعودنا منك الا الراي الصايب. حياكم الله الجميع.
اريد اللي يشوف عساف يجيب لي اياه حي. ابشر ابشر يا طويل العمر، ابشر، احنا لعناك. يا من يعين لي راعي البيت ويذكرني، يا من يعين لي الشيخ زعل ويذكر ويصلي على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. بحرمة خان يا الربع، عن اذنكم. انا العناش يا بنت الاجواد. تكفى يا طويل العمر يا راعي الصيت ومشر على البيت. فوتي على المحرم، حياك الله. حياك الله. مطلب قال الحسنة أريد أغير رأيي بكل شيء كنت رافضه. وش أفهم من الكلام هذا؟ إيه يا أخويا هويش، وكاد صار بنيته يوافق على زواجك من حسنة. القول قول طيب، كان مطلب صادق. مطلب يقول القول ويوفيه يا هويشل. تدري يا خيتي، إيه مطلب وخليف ما صدقوا اني طردت رجال اللي كان ودهم ينهبوا سلاحي وفرسي. إيه يا أخويا البل على حاجتها صبارة، وانت لجل حاجتك لزوم تصبر على كل شيء. يظنون اني جبان مثلهم. يا أخوي ضماك بسماعك، الحين تحصل مطلوبك، ومدام مطلب غير رايه لا تخرب الأمر وتعود الأمور على ما كانت. زين يا بنت والدي. يا هلالة، اللي جيت بيه حياك الله بيه. تكفى يا طويل العمر يا راعي الصيت. الحين وش هو طلبك؟ بنيتي يا طويل العمر، بنيتي ربيتها وتعبت عليها، وشه أخوها من أبوها أخذها مني، ومرته ظلميتها، وأنا رجاك يا طويل العمر تساعدني تعودها لي عبين ما الله يقسم لها بالزواج. أبشري، بس الحين أريد أعرف اسم أخوها ووين نازل. أخوها يا طويل العمر اسمه مطلب، وأنت تعرفه زين. الشيخ مطلب؟ إيه مطلب، الشيخ مطلب. توكل على الله يا بنت الأجواد. لا إله إلا الله محمد رسول الله، توكلت عليه وسلمت أمري إليه. يا هويشل يا هويشل، يا خير، وين أمس ما جيت تعلل عند الشيخ؟ ولا تعبان من مشوارك؟ الصحيح تعبان. ايه طويل العمر كان ينتظرك. ولو ايش ينتظرني؟ كان يريد يعرف منك عن الرجال اللي ناوي يغدروا بيك وطردتهم، ان كان تعرفهم. ولو ايش يا خلي؟ يريد يعرف وين ديرتهم لاجل يخبر شيخهم ويطلبهم للحق. هذا راي مطلب؟ ايه، لاجل يقعدهم للحق ولا يفكر بشيء ثاني. ويش هو يا هويشل؟ يجوز ودكم توكدوا من صدق كلامي. يا هويشل، يا حيف عليك يا هويشل، انت دوب تتهم طول العمر وانا معه. يي نشوف يا حسنة، سلمى تنجح ولا تفشل؟ انت ليه دوم حاطة النجاح حليفك؟ ما يطرى على بالك يوم تندمي بيه وتقولي يا ليتني ما قلت هالكلام؟ ما دام القمر معي مالي غرض بنجوم. وش تقصدي بالقمر؟ اخوي مطلب؟ ايه مطلب، ما هو معجبتش؟ لا بالله، اخوي على العين والراس، ليه ما يعجبني؟ اللي يخليه يعجبك وتنتخي له وتفتخري بيه، ليه انا معتمد عليه. وش قصدك؟ وكاد انه تعهد لك يعتذر لك. الفكر هذا ابعديه من راسك. الطولة كشافة يا سلمى. يا ليت يا خاتم أعرف من هو راعيك، أجل أشيل الحمل عن ظهري وحملك إياه، أعطيك الحسنة
يرتاح ضميري ويهدى بالي. الظن يا عم خليف ايه انه هويشل طرد الربع اللي اعترضوه جميع. هالكلام ما حدا يصدقه يا حسنة، لأنه هويش الجبان ويخاف من ظله. شلون وضه يطرد 3 رجال؟ لعاد ليه عود جناده فارغ. ايه هذا اللي شاغل بال الجميع. اقول ايه اشوفه من معود مو هو على عادته. شلون؟ احس انه زي اللي خجلان على حاله. ايه يا حسنة، انا لاحظت له يوم عود كان ضاب العباءة على صدره خوف حدا يشوف الجناد الفارغ، ولو كان كلامه صحيح كان فتح العباءة لجي الناس تشوف الجناد ويفتخر قدامهم. إيه. اشوفه اليوم راح على شق مطلب. هذا بنيته نية غير. وش هي؟ فكره مطلب يوافق على زواجه منك. إيه. يحلم، خوفي حلم ابليس بالجنة. اريد ازهم يمهم واشوف ايش يصير بينهم. ايه يا عم خليف، يهمني وجودك عندهم. ايه أقول وخيتي. تفضلي. حين كانت بنتك عندك ليه ما زوجتيها؟ ايه طلبها ولد حلال ومات من نصيب، جاه اخوها من ابوها ورفض. ايه أقول يا حلالة، تفضلي. إن ردت بنتك زوجيها من ديرتك لأجل البنت تظلي قريبة منك. يا ليت يا خيتي يا ليت. أقول تفضلي. كان زعل يريد يخطبها لأخوه، لكن أخوه عاد متعرف له على بنت حلال والنصيب ما وفق. اي بالله كل شيء نصيب ومقادير. اي حياك الله من ممشاك الملفاك يا طويل العمر. تحيا والدوم يا شيخ مطلب. القهوة يا صالح. أشوفك حطيت الفنجال قدامك يا شيخ. سبرة جواد الله على عوايدهم يا مطلب. قهوتك مشروبة بوجودك. اشربها يا طويل العمر. ما يشربها غير تلبي لي طلبي. قولوا وانا العيناك. حياك الله. جتني هلالة حرمة ابوك الله يرحمه من جيرتها ناصتني عانيه متعنيه وترجتني انها ترجاك تخلي بنتها حسنة تعيش معها، حيث انها صارت حرمة سبيرة ودها من يعتني بيها. اشربها وابشر باللي جيت بيه يا طويل العمر. بارك الله بيك يا مطلب. علينك ما رديت الطلب وحيزر بيك جهب مثال. لا يا الشيخ، انت تجيني بطلب وفشلك بيه. انت طلبتني اختي حسنة لاخوك وما رديت لك طلب. ارد طلبك يوم تريد حسنة تعيش مع امها. الحمد لله الحمد لله انكم تلبوا رغبات بعضكم. لكن يا طويل العمر لي شرط كان رضيت. شرطك خله عندك وبصدرك، اللي تشوفه لا وتفرض عليها. كلامك زين وانت زين بعد، حيث انك وافقت ولم حالك لجت تجي معنا. يا حياك الله. اقول يا عيدة. خير يا هلالة. بالك الشيخ زعل يقدر يقنع مطلب انه بنيتي ترجع تعيش عندي. يا هلالة يعونك. أبيك تطمنين وترتاحين. أنا الشيء اللي سمعته بإذني وشفته بعيني بين الشيخ زعل ومطلب يخليني أقولك تطمني، وإن شاء الله ما تزهمين من هنا لو بنت معك. الشيخ زعل يمون كثير على مطلب يا هلالة. ايه عسى الله يكون مدلي على الشيخ زعل مدى خير، وإن ما حصل للشيخ زعل بنتي ما تعيش عندي للأبد.
توكلي على الله يا عيني هلالة. خير وخيتي. يا رب توكلت عليك وسلمت أمري إليك. افرحي يا حسنة افرحي. اللي نول مرامه لزوم يضحك وينبسط. اسمعي يا بنت، لا تفكري حالك تروح عند امك وهويش اللي ينساك. عز الله غير يظل وراك الحين يعودك على بيته. هذا مرفاتك وفاته هويش اللي بعد مات. يا بنت انت ما سمعتي الشيخ مطلب حين قال للشيخ زعل انا لي شرط؟ ايه سمعته. ايه وشرطه زواجك من هويشل. مطلب ما يشترط هالشرط، انا اعرفه زين. ايه وش هو العاد شرطه؟ هذا هو حين يعود تسألي منه ويخبرك. ايه وكاد طمني حالك العاد. ايه مطمنة حالي، لكن ما كسبت معك طول قعدتي غير قرط الجواب اللي طال به لسانك. يا بنت المثل يقول يا رايح كثر الملايح واشوفك صرتي تشرقي وتغربي بالكلام. أنا أريد أذكرك بالأيام اللي تجنيتي بيها علي واتهمتيني بشيء أنا بعيدة عنه. كل هرجك هاب من حرمة جرالك كله دخان بالهوى، لكن أوعدك إن غبتي وطالت غيبتك عن هويشل مالك مناص. اتكلي عرايك انت وهويشل. يا هلالة، الشيخ مطلب بارك الله بيه وافق ان بنتك تزهم معس وتعيش عندك. بارك الله بيك، بارك الله بيك يا مطلب. قول البركة بالشيخ زعل يا هلالة. إيه بارك الله بيه ويطول عمره ويفتح له ابواب الرزق وين ما وجه. يا هلالة انا لاجل عيناش زهمت يا مطلب، بس عاد بشرط. وش هو؟ تسمعيه منه، وان كان ما تريدونه نسمعه نخلي لكم المسان. لا بالله يا طويل العمر، أنا أريدك تكون حاضر لجل تشهد على الهرجة. وش هي مطلب؟ يا هلالة، أنا كرامة طويل العمر لا انت وافقت على شيء ما كان بالحسبان إنه وافق عليه وانتي معك الخبر. ايه هذا من لطفك. لكن أنا لي شرط. وش هو الشرط؟ ما أريد يكون زواج أختي غير على أمري. انتي تذكري غلطتك حين ما كانت عندك. حياك الله يا مطلب، ترى الشيخ زعل شاهد على القولة اللي بيناتنا. قومي معي نزهم وسلمك بنتك. يلا. تسلم تسلم من كل سو. يا طويل العمر قول العجاج يزهم معنا لجل يكون شاهد انه وفيت بوعدي لك. ألم الحاصل يا شيخ مطلب؟ لجلي تريح ضميري طال عمرك. ما يخالف، أزم معه يا عجاج. تامر يا عمي. يلا. يا هواشم يا هواشم. عسى ما شيء. قرب جاي. وش فيها بعد؟ علامك يا اخوي يكون ماخذ على خاطرك من اللي صار. يعني ما زبطت وهي قدام عيني، شلون ودها تزبط وهي بعيدة ديار؟ ايه يا اخوي لا تفكر اللي صار له علاقة بأمر الزواج. وشلون ما له علاقة بالزواج؟ يا اخوي يا هويشل مطلب له شرط، واظن انه الشرط يكون لصالحك. وش هو شرطه؟ العالم الله وش هو، حين يعود ندري وش هو. وكان ما بيه شي يا بنت والدي. يا اخوي انت لزوم تقول رايك وما تسكت عنه، وحين تشوف مطلب تفهم معه وتقول له رايك. خوفي انقضى القاضي ومضى الماضي يا خيتي. عين خير يا اخوي تلقى خير، وحطها عند خشم مطلب لا تخجل منه. زين يصير خير. اخوي يا هويشل
لا ياكلنك عيون رجالها. توكلي على الله يا خيتي، توكلي على الله. والنعم بالله. أساعدك. خلي عنك خلي. تدري يا بنيتي يا حسنة، ايه يعني؟ أنا انسريت يوم علمت إنه ودك تروح عند أمك، وبنفس الوقت انغم بالي. ليه يا عم خليف؟ انت ما ودك سعادتي؟ ما ودك راحة بالي عند امي وابوي مزلوه بدل عيشة الغم والشقا اللي عايشيتها عند سلمى؟ ما هذا القصد يا بنيتي. ولا عاد وش هو قصدك؟ أنا انغم بالي إنك بدك تسافري وبطل أشوفك. ايه تسلم يا عم خليف، دوب فهمت وش هو قصدك. لا تنسي يا بنيتي المثل يقول البعد جفا. لا يا عم، المسافة مهما بعدت القلوب عند بعضها، وريدك دوم تمرنا ونشاهدك. إن شاء الله يا بنيتي، إن شاء الله. حتى وجود شغل لي ما أنا لاقي، أكثر من فريج وأكثر من عرب جيته وما صدفت لي شغل عنده. يا رب يا رب تفرجها علي وتستر غيبتي وتعوضني عن تعبي وأنا أدور من ديره لديره عن حسنة اللي وكاد الحين صار نصيبها بغيري. يا رب تعوضني ألقالي شغل أعيش من وراه، لجل ما أريد أعود لديرتي وأنا بمثل ما غادرتها. يا رب. يا خاتمي بيد الحبايبين تذكار، وإن شاء الله أنهم على البعد ما نساني. يا من ذكرهم وين بيات هديار، تفتح من الروح واعطيه عيوني. يا رب تفرجها علي وتستر غيبتي يا رب. الحين ألقى حسنة وأعرف وش علوم. يا رب أنا مريض أعود لديرتي وأنا خايب الرجع. يا أختي يا حسنة، هذه أمك شلفت، أجل توجهي تعيشي معها وديري بالك عليها، وخاطري عندك ديري بالك على حالك، ترى عيني من وراك، مو تفكر في يوم انساك. لا تشيل هم يا اخوي. قول يا مطلب. خير يا هويشل. أشوف حسنة تريد تزهم يم أمها. إيه؟ ما حكينا بالموضوع. وش هو الموضوع؟ الزواج يا ولد عمي. يا هويشل، أنا ما أريد أتقلد خطية أختي، كفي إني قصرت معها وهي صغيرة، وارجاها هي وأمها يسامحني على القصور. الله يسامحك. سامح يا اخوي. وهذه بنت عمك وشوف وش هو رايها. انا رايي تعرفه سلمى زين ويعرفه هويشل. نسلم عليكم. بأمان الله. بمان الله. ليث، تمام. رح معهن وصلهن لديرتهن. تمام.
تشوف قدامي عرب. يا رب يا رب ألقى بيها الشغلة المناسب وتريح بيها يا رب. تودع من البير يا حسنة. تدري يا عم خليل، ايه؟ كان ودي أتذكر بهالديرة، ما تذكر غير عم خليل وهذا البير وأخوي مطلب اللي حسنها بنخوته لي. تذكر البير؟ لويش؟ هذا البير ياما شاركني وحدتي وحافظ على أسراري. يلا توكلوا على الله. يلا يا جماعة يلا. يلا. العون غير ان يتوحش الغيب تج يا اختي يا حسنة، لاجل اني اتذكرك لزوم البس الخاتم اللي كان معك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أريد أشرب يا الأخ. حياك الله. تفضل. حياك الله. حياك. أقول يا الأخ، العرب هذه المن. عرب الشيخ مطلب. هي مشكور. حياك الله. أقول يا عجاج. أنا عرفت اللي ودك تقوله يا طويل العمر، وتراح على بالي من غير ما تذكرني بيه. وش هو؟ أنت قصدك تقول يا عمي ما دمت رايح أدور عن عساف أنشد عن عناد بطريقي، ما هو بهذا قصدك؟ ملعون إنك ذكي يا عجاج. تربايتك يا عمي. ومثل ما وصيتك بالنسبة لعساف لا تقول له شيء، بس قول له الشيخ زعل عفى عنك. انت وش لك بعساف يا طويل العمر؟ ما دام انه ارتكب خطأ وانت طردته، ليه تريد تعوده؟ يا عيدة،
أنا لا يخاطر أشوف عساف. يا طويل العمر، إن طردته خلها على طردك له. أنا قلت أريد أشوفه. وش لك بيه تشوفه؟ أريد أنشد منه زين وأعرف الحقيقة من أولها لتاليها. ما يكفيه إنك طردته من الديرة، حتى إنك تعوده وتستفسر منه، والله أعلم وش تريد تعمل بيه. يجوز إن بريه وأخله بالديرة. وشلون تبريه يا طويل العمر وهو اللي زهم يم مطلب واخبره؟ يجوز بيه حد ثاني دفعه يروح المطلب. ها؟ حد ثاني؟ إيه؟ ما انت تقصد؟ عساف يخبرني يا عيدة. وديعك الله يا عجاج. سلم عليكم يا عمي. فمان الله. عسى انك ارتحتي هالحين يا هلاله. الله يريح بالك يا اخوي. والبيضة لا الشيخ زعل اللي لولاه ما صار شيء. اي بالله. وتخشى عمي خليف يا يمه اللي اهدلنا على الشيخ زعل. بلعون انه رايه كان له الاثر الكبير بالامر. الله يقدر له الخير على قدر ما يسر لنا الامر بعودة حسنة. بلعون. تدري يا يمه يا عونت عمي خليف وهو اللي كان يشعر معي ويتدخل حين يكون مطلب زعلان علي. مطلب ما يزعل منك الا من جور سلمى. اي يمه من جورها. اي والله الله ستر وفشل نيتها الشينة. السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا يا هلا. تفضل يا الاخو. حس يا عمي حس، حياك الله. يا هلا وبالمهلي. تفضل. عشت يا عم، حياك الله. يا سلمى يا سلمى. يا خير. طويل العمر بعده ما لفى من عند الحلال والشق اللي فيه ضيف. يا حياه الله. ايه يا هلا بيك على حساب راعي البيت. وبالمهلي يا عم بالمهلي. حياك الله. حيا. أقول يا عم. يا خير. هذه العرب المن. الباين عليك يا وليدي من ديرة بعيدة. هي صدقت، أنا من ديرة بعيدة. الديرة هاي يا وليدي للشيخ مطلب. حياه الله. حيا. والله والنعم. منك. اي والله والنعم. وش اساوي؟ غصب عني دخلت ديرة الشيخ مطلب، ولزوم اغير اسمي لانه اللي بالديرة هذه ويكاد معهم خبر اني غايب عن ديرتي بسبب العلاقة اللي ما بين اخوي زعل وبين الشيخ مطلب. لزوم اسمي حالي منسي. اي منسي. قولي لي يا حسنة، وش هي قصة الخاتم اللي جابه ويشل معه؟ تذكر يا يمه يوم عناد خطبني وراد انه يعود لديرته. ايه اذكر. طلعت معاه على باب البيت لجل اودعه، وعطاني الخاتم وقال لي اريدش تحتفظي بيه لليلة الزفاف. ايه وبعدين؟ احتفظت بيه، لكن الظاهر سلمى شافته وسرقته، وحينها مطلب نشدني عنه بالوقت اللي تهمتني اني اخذته من رجال غريب على البير، وانحرجت وقلت انه من ابوي مزلوب. يا دوبني فهمت، راحت علينا انا وخالتش مزلوب، ما دفعنا عنك وانت غايبه قدامي هويشل. وايش دريت يا يمه؟ المهم وش صار بالخاتم؟ ليه تسأليني عنه؟ اريد اعرف. راح الجمال وايش حسفي على الجمل. ليه تسأليني عن الخاتم بعد ما راح عناد يا يمه؟ الحظ ما وفر وحنا قصرنا بيه يوم رحلنا عن ديرتنا ويوم وعدناه وما لقينا.
الضيف من أي ديرة؟ أنا يا طويل العمر من ديرة ولد متروك. هذه ديرة بعيدة. صدقت طال عمرك، الديرة بعيدة كثير. أقول من غير شر يا خير. اللي يقطع مسافتك هذه لابد يكون له حاجة قوية. ما يخلى الأمر يا طويل العمر، ما يخلى الأمر. بالعون اللي يقطع المسافة هذه يكون له حاجة أكبر من المسافة وتعبها. عسى ما شر. ما تشوف شر إن شاء الله. دوار معيشة، أدور لي على شغل أعيش من وراه، وعسى الله يصدفني إياه بعروبك. وش تريد تشتغل يا منسي يا طويل العمر؟ اسمك منسي؟ اي يا منسي، طويل العمر ينشدك عن الشغلة اللي تقدر تعملها. اللي يريده طويل العمر. يعني يا ضيف الرحمن ودك تظل بالشق وتخدمه. اللي تشوفه يا عمي. يا حياك الله. يحييني باك. العشاء يا راعية البيت. يا عساف لازم تعود معي للديرة. أنا أرجع للديرة يا عجاج؟ إيه يا عساف ترجع معي للديرة وش فيها؟ كيف أرجع للديرة والشيخ زعل طردني منها وهددني بالموت إن شافني بيها؟ يا عساف الشيخ زعل مغير الراية ومرسلني لأجل ردك للقبيلة. دور لك غيرها يا عجاج، أنا عساف ما غيرني سود الليالي حتى أنت تقنعني. يا عساف أنت رد علي، أنا جاي عشانك وعشان خاطرك. لا يا عجاج، الوكاد إنك تبحث عن عناد وشفتني بطريقك وتريد تعودني لأجل أموت. يا عساف يا أخوي يقولوا غير، الشيخ زعل غير رايه. لعاد وش يريد مني الشيخ زعل يا عجاج؟ يريدك تعود وبس. لا يا عجاج، مو هذا مربط الفرس، الوكاد فيه أمر كبير. الله يسامحك يا عساف. ما حد يسلم رقبته للموت غير المهبول. لولا الشيخ مطلب وبيت الشيخ مطلب كان الشيخ زعل اللي ودك ترجعني له ذبحني من زمان. اسمع يا عساف. ايه؟ أنا عندي لك رأي ظنيت أنها يضمن لك حياتك. وش هو؟ اسمعني يا أخوي، تروح للشيخ مطلب وتقول أنا بوجهك يا شيخ مطلب. يوافق؟ إيه يوافق. يوافق لأن الشيخ زعل ما يقول لا للشيخ مطلب. أنا موافق. توكلنا على الله؟ توكلنا على الله. توكلنا على الله. يصبحك بالخير يا عم خليف. الله يسعد صباحك يا هلا. أشوف الشيخ سرى بدري، وين عباب الله ويكاد له مشوار. الحلال بيه ولاد وزهم له. اي الباين ان الحلال كثير عند الشيخ مطلب. اللي يدري واللي ما يدري يقول يعلم الله. وعلامك تضحك يا عم خليف؟ لأنه حلال الشيخ مطلب كله مات. مات؟ لا 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 لا. لكن بيه رجال شرواك. ولا تهون. الرجال هذا وقف معاه موقف طيب، عطاه 80 راس. بارك الله بيه. ومن هو الرجال هذا؟ اسمه الشيخ زعل. زعل؟ ايه بالعون هذا الطيب اللي ما وراه طيب. واللي ينعد برجال بعد. أنا أشهد. قرايب الشيخ مطلب إلى الله عطاهم ما ساعدوه، والشيخ زعل ساعده. أقول يا عم خليف، الشيخ مطلب مرة جميلة الشيخ زعل بشيء. مطلب ما قصر، عطاه اخته لاخوه، لكن يقولوا اخوه تعرف على بنت حلال، ويقولوا بعد انه من يومها خرج بالعرب ما عود له، وللحين الشيخ زعل يدور عليه. صباحكم بالخير. يا هلا، صباح الخير. انت؟ ايه انا. وايش اللي جابك هنا؟ النصيب. ايه تعرفوا بعضكم؟ بالصدفة يا عم خليف، شاهدنا بعض بالصدفة. شلون واحد مثل هذا تشغلوه بالبيت يا خليف؟ علامة يا هويشل. هذا كمل هرجك، علامك سكت. يوم انك صرت ضيف بديرتنا
ما اريد اسئلك. ويش بيه ويشل؟ تعال ودي اياك. قم. خير. اللي صار بيننا ودي اياه يظل سر، وانا لعيناك اللي ودك اياه تامر بيه من العين هذه قبل هذه. لكن ان سألني احد انا ما اكذب.